جيت نعطيكم كجزائري، نعطيكم فكره برك واش راه صاري هكذا باش ديروا كونتر الخطه. راح ندير لكم كونتر الخطه، والله هذا ما راح تنجحوا. ركزوا معايا مليح يا اخي. شفتوا البثوث اللي راهم يسبوا في الجزائريين، يفتحوا باسم الاماراتيين، هما ما همش اماراتيين اصلا، لانه اصلا الشعب الاماراتي غير موجود بالك لانه كامل راهم لاباس عليهم، موجودين في اوروبا في امريكا. هذو الموجودين هما ناس امبورتاوهم امبورتي من بنغلاديش، من المغرب، من دول منا على بالكم بها الامارات فيها ملمومه. لذلك هما خدمتهم يسلكوهم باش يديروا بثوث الفتنه في الدول. واش رايكم نديرهم كونتر خطه؟ اي بث مباشر، وامنوني يا اخي تعرفوني انا ننشر مواضيع تاع الوعي وننشر مواضيع بزاف تاع الانترنت، يعني قديموا على بالك فتمشي خوارزميه تاع الانترنت. هذا بث داروه انا تفرجته شخصيا، شفته فتاليه قال يسبوا في الجزائريين وهي رايحه، او جزائري يدخل يسب واماراتي يسب، وهذا حاكم اماراتي لكن في الاخر ظهر مروكي. ماهيش مشكل، ما يهمنا لا مروكي لا اخي لا يجي لا اماراتي، حنا المهم انه نوقفوا هذا الفتنه برك، لانه قلت لكم راح يحاولوا يفتنونا الماكسيموم. نعطيكم امثله. الفتنه بدات وقتها بدات، ما لاحظتوش بلي الفتنه بدات من قبل على اشياء كثيره، وصلت حتى المرحله تاع التحرش، فيديوهات التحرش وتاني التحرش، وبعد ولاو ذكوره يقول لك لا حتى حنا دوك نفضحوا البنات. هذه الفتنه اللي حابين يفتنوا بين البنات وذكوره تاع الجزائر باش تولي عنف بيناتنا. برك بنت بلادي يا ودي تكوني ارخص انسان، تكوني انظف انسان جزائريه، وانت تكون ارخص انسان اجمل انسان جزائري. ما نديروش هذه الفتنه بيناتنا، هذه نقطه، وهذه حاجه موجوده من وقت بكري خلاص المراه والراجل انه فيهم مشاكل. الحاجه الثانيه لاحظوا مليح بلي ولا بيركزوا على الهويه، كي ما يقدروش على حاجه يبداو يركزوا لك يرجعوا لك الهويه. انت ماكش عربي، انت مسلم، الاسلام جاء، الاسلام عقدتكم دارتكم، يبداو يدخلوا في الاسلام، يخرجوا السلفيه. انت وما تعرفش ربي وما تعرفش بن باز وما تعرفش ابن عثيمين. انا ما نعرف والو، انا كاينه حاجه يخرج بث كيما هذه المواضيع دلوا حظر، والله كيما نقول لكم اقسم بالله لا يقدروا لكم، والله لا يقدروا لكم، امنوني. يخرج بث يتكلم على موضوع الامارات ما تدخلوش ليه يا ودي، ما تدافعش الجزائر مش حتدافع عليها في لي لايف. ديروا برك حظر ابلاغ حظر، ديروا ابلاغ باللي هذه فتنه ولا هذه دير، ومن بعد ديروا حظر. والله لازم يدير واحد فيكم بث، واللي يدير بث تلقاه ينبح واحد وتلقاه زوج متابعين 3 10 ويقعد ما يلقاش روحه، ومش راح يفيدوا خلاص البث كيما هكا. والله امنوني، والله حظر ما تتفرجوش البثوث اللي فيهم الهضره تاع الجزائر الامارات، ما تفرجوش وما تشتركوش في البثوث اللي فيها الهضره على الجزائر المغرب، ما الصحراء الغربيه ما تهضروش، ما تتناقشوش. روح تناقش مع امريكاني، تناقش مع هندي، روح عيش حياتك، روح تعلم التجاره الالكترونيه، تعلم فوتوشوب. والله كيما نقول لكم فشلوا هذا المشروع في التيك توك، على الاقل في التيك توك فشلوه. فوت عليه، اتفرج فيديو تاع غزه احسن، دير له جيم، دير له لايك، دير له كومونتير. فيديو تاع غزه يستاهل، اللي طردك ملاير مش مليون. هذو يا جماعه كونوا اذكياء، احنا جزائريين اذكياء، احنا ما نمشيوش بالعاطفه، نحيو العاطفه هذيك. تشوفوا هذا ما تقولش راح ندافع الجزائر وهذا رخيص وكلب وتسب وطيح باش تبرد. والله العظيم امني، يعني قديم في الانترنت هذو اذا حبيت انت تبرد صح دير لهم ابلاغ ودير لهم حظر. ذوك الفيديو هذا ذوك ما يجيش يبان، ذوك يكرهوا حياتهم ما يلقاوش كيف يفتنوا، لان الفتنه الوحيده اللي موجوده هذه هنا في الانترنت ولا في التيك توك هي بعض الدول تستخدم منصات، تستخدم صفحات وتستخدم ناس ضعاف، تشريهم 100 اورو، تشريهم 1000 اورو، تشريهم باي مبلغ، تشريهم يقول لك دير لي في اهدر لي. ولا بريفا علاش درت انا هذا بالضبط؟ جاهم واحد جزائري او يقول جزائري، سبحان الله كون نعرفوا الجزائريين انا جزائري، وبدا يكذب في الاخر اللهجه تاعو مغربيه كاين كلمات نطقهم مغاربه حتى الهرة ما ينطقوهاش هكاك. فهنا تفهم باللي راهم جايين فتنه مباشره، والاطراف راهي باينه، وحنا ما يهمنا حتى واحد، حنا نحبوا الدول العربيه. محرز دا احسن لاعب ما داش، المهم دا كاس اسيا ويبقى لاعب جزائري يلعب في الخليج وفرحان بحياته. ما عندناش حنا فتنه بين السعوديه، بالعكس ما يغلطوكمش انتم الجزائريين عندكم مشاكل مع الخليج، ما عندناش مشاكل مع الخليج، عندنا مشكل. الدوله تاعنا راهي تتهم في دوله الامارات بلي مدايره فتنه في السودان ومدايره. ما عندناش مشكل مع السعوديه ولا مع الكويت ولا مع اليمن ولا مع
ما يخدعوكمش، ما يخدعوكمش. نتوما ما عندناش مشكل مع الخليج اصلا هنا، راكم فاهمين. اما فيما يخص فرنسا، فرنسا هذه مشكل قديم. الدوله هي تحل المشكل هذا، اللي تفكروا تحلوا ربي يسهل لها. الدوله على بالها باللي كاينه جاليه كبيره في فرنسا ولازم تعتني بهم، كاينه حراقه على بالها واش راهي دير، كاينه فتنه في اليمين متطرف. باش تفهموا باللي الضربه جاتنا من فرنسا، جاتنا من الامارات، جات من المغرب، جات من مالي، من النيجر. راكم فاهمين الفيلم؟ اي ماشي الجزائر اللي غلطه، راهي برك هم حابين يقسمونا المواضيع باش تتخلط. والحمد لله راهم مسيرينها بطريقه جيده جدا بالبيانات الحمد لله. لكن نتمنى برك ان يركزوا على الشعب، لانه الشعب هو الاصل، لانه الشعب هو اللي يقدر البلاد هذه يخليها. عاونوا الشباب، مش تعاونوهم بالضرائب وتعاونوهم بالاداره الفاسده وتعاونوهم بالبيروقراطيه. عاونوا الشباب دوك تشوفوا واحد ما يقدر يتحرك، ما تكون لا فتنه ولا والو، واحد ما يقدر يهضر هكذا. ونزيد نقول لكم انا اصلي وشي، انا اصلي من وقت الديناصورات. ثاني خلاص انا اصلي من وقت الديناصورات. ما يخليكمش يفتنوكم يا جماعه. كاين حاجه اسمها موت القبر، موت القبر. كاين الجنه كاين النار. ربي مش حيقول لك انت اصلك منين، حيقول لك انت مسلم ولا. من هو ربك، من هو نبيك، من هو الذي بعث فيكم. ما كاينش اسئله تاع من اين انت، من اصلك من. ما يخليهمش يخدعوكم يا جماعه. احنا جايين اذكياء، ندير لهم كونتر خطه ان شاء الله. السلام.